سائلة من البليدة تقول: هل يجوز لي أن أدعو للشيطان بالهداية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا زيد ادعي له يدخل الجنة، وتكون انت زوجته في الجنة، ويكون نصيبك يعني وين هذو ما أبو لهب وفرعون، هذو ثبتت نصوص بأنهم من أهل النار. أسئلة غريبة. واحد جا سقساني: ولا حواء شعرها صفر، وانا وين شفت حواء ولا تلاقيت بها ولا حضرت العرس نتاعها كي تزوجت بآدم عليه السلام؟ يا أخي تزوجوا في الجنة، واش دخلك أنت تحوس على حواء ولا شعرها صفر ولا كحل ولا كيفاه داير؟ واحد سقساني: الكلب تاع أهل الكهف هل هو دوبرمان ولا شيامباجي؟ واش دخلك انت في المسألة؟ لو كانت الحكمة في نوع الكلب لذكره القرآن، ولكن القرآن قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهو كلب. قلت له: بالك كانش وين على بالنا ولا دوبرمان ولا بالك كانش؟ مصيبة. يسألوا أسئلة عجب. جاني واحد قال لي: سكان القرية منقسموا على زوج أقسام. على خير. قال لي: يتسألوا شكون اللي عقد الزواج تاع سيدنا آدم عليه السلام، شكون عقد له؟ قلت له: يا أخي صب وانتم واش قلتوا؟ قال لي: النص تاع القرية يقول سيدنا رسول الله، والنص الآخر يقول لا الزوج بها بلا عقد. قلت له: يا سبحان الله، لما ربي قال له: هذه زوجك، اسكن أنت وزوجك الجنة، كي قالوا ربي اسكن أنت وزوجك، هو ربي هو اللي عقد له. واش يسحق إمام يعقد له؟ ربي قال له: هذه مرتك، هذه زوجتك، ثم أنتم كيف تنقسموا على مسألة كما هذه؟ واش دخلكم شكون عقد الآدم عليه السلام؟ ماشي رديتونا 100 سنة للوراء، ماشي 200 سنة، ماشي 1000 سنة، رديتونا إلى آدم عليه السلام. وين رايحين بهذه الأسئلة العجيبة والغريبة؟ ما الشيخ عبد الرحمن الجيلاني رحمه الله سقساه واحد قال له: صليت فوق القرمود ولا صلاة صحيحة؟ قالوا: واش اداك للقرمود يا اخي؟ انت خدمتك تصلي، علاه طلعت للقرمود تصلي؟ واش اداك للقرمود؟ يعني قرمت بعض المشايخ بهذه الأسئلة.